من أكتر الحاجات اللي لو اتعلمتها هتحس بفرق كبير جدًا في جودة حياتك، إنك تتعلم إن طاقتك مش ببلاش، الحقيقة إن طاقتك هي عمرك، اللي بيسرق طاقتك بيسرق جزء من عمرك، مش كل الحاجات تستدعي الانتباه والإفراط في التفكير والإرهاق علشان خاطر تدوّر على حلول لناس هي نفسها مش عايزة تحل مشاكلها بنفسها، والحقيقة برضه واللي مهم أوي إن الحدود عمرها ما كانت قسوة. والحقيقة إن أنا أحب إنك تبقى حاطط حدود لحياتك زي ما أحب إن الآخر كمان يبقى حاطط حدود لحياته، لكن الحياة السايحة اللي مش واضحة، اللي ما فيهاش حدود واضحة، اللي فيها حد طول الوقت بيحسسك بالعجز لإنك مش عارف تحل مشاكله، ده أكبر مؤثر بطريقة سلبية على حياتك. لو خدت بعين الاعتبار إن الدقايق اللي بتهدرها مع ناس ما يستاهلوش ده، أو خدت بعين الاعتبار إنك لما تصرف طاقتك أو بتوجهها لحد لازم يكون في شعور متبادل، إنك حد زي ما بياخد منك جزء من طاقتك بيدّيك طاقة تكمّل حياتك بشكل أنت راضي عنه. طاقتك مهمة جدًا، استخسروا طاقتكم في الناس اللي بترهقها، لإن طاقتك هي عمرك الحقيقة، وعمرك ده ما بيتعوّضش. خاف على نفسك ما حدش يخاف عليك. السلام عليكم.